السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم التورتة بتاعتنا. الفيديو ده تكملة الفيديو بتاع امبارح عملنا الكيك الاسفنجي. النهاردة بقى هنزوقها وهنكملها معاكم. شوفوا ما شاء الله عليها، جميلة جدا وسهلة وبسيطة إن شاء الله. بس تابع معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. هنا جبت بولة فاضية وحطيت فيها كوباية من اللبن او الحليب المثلج، لازم يبقى متلج بالشكل ده كده. وحطيت كوبايتين من الكريم شانتيه. لازم تجيب الكريم شانتيه، احسن نوع بصراحة جربته اللي هو المتحدة، ده احسن نوع انا جربته. فسواء هتجيبيه بقى بواكي تجيبيه سايب زي ما تحبي. وعملته بالمضرب الكهرباء، ممكن تعمليه بالمضرب اليدوي عادي، بس هياخد معاكي شوية وقت. نقلب الاول الكريمه كده في اللبن عشان ما تعفرش علينا، ونضربها بالشكل ده. مش هتاخد معاكي وقت كتير بالمضرب الكهرباء، بالمضرب العادي هتاخد معاكي شويه وقت. هنا فضلت اضرب فيها، بس حسيت ان الكميه كتيره شويه هتبقى كتيره لما تضرب، فنقلتها في طبق تاني. هنا حطيتها في الطبق ده، الحاجه الواسعه حلوه تعرفي تقلبي فيها كويس. هنا هضرب فيها شويه كمان لغايه ما تتماسك معايا خالص، لدرجه ان انت تمسكي الطبق تقلبيه كده ما تتحركش منه سنتي، يعني تبقى متماسكه وماسكه نفسيها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. هقلب معاكم الطبق، ما شاء الله عليها متماسكه وجامده. هنا بقى نجيب الكيك بتاعنا. جبت تلت كوبايه ميه، حطيت فيه 3 معالق من السكر ودوبتهم، ونسقسق كده الكيك بتاعنا. ما شاء الله عليه والله، هو طري ما كانش عايز حتى الشربات. هنا بقى حطيت طبقة من الكريمة، انا مسرعة الفيديو بس عشان ما يطولش معاكم. وحطيت هنا طبقة من الموز، طعمه في منتهى الجمال مع الكيك بصراحة. وحطيت الطبقة التانية، ونحط برضو طبقة من الكريمة. وهنا معايا دي مانجا، قطعتها مكعبات وحطيتها بالشكل ده. وحطيت دي الطبقة التالتة اهي. نحط برضو هنا كنت نسيت احط الشربات بتاعي اهو. لو عندك شربات جاهز في الفريزر في التلاجة، ممكن تزوديه تخفيه بشوية مية وتعملي نفس اللي انا بعمله ده. وحطيت طبقة موز، ودي الطبقة الرابعة اهي، اخر طبقة. حطيت بقى الوش بتاعها من تحت. وهنا نحوش الزوايد اللي بتبقى في جوانب الكيك ده، نقطعها كده بالسكينة. ونجيب بقى الكريمة من بره ونجلسها بالشكل ده كده، وندخلها بقى الفريزر تجمد معاكي لغايه ما نعمل الشوكولاته دي. معايا 100 جرام من الشوكولاته المبشوره، وعليه حوالي 3 معالق من اللبن كده، ما تكتريش لبن. وعلى حمام ميه نحطه بالشكل ده. الميه تحت ما تكونش واصله للطبق اللي فيه الشوكولاته، هتسيح معاكي بسرعه. الميه بتغلي من تحت فهتسيح معاكي الشوكولاته على طول. هنا بعد ما طلعتها من الفريزر، لو عندك السكرابر اللي هو بيعمل زقزاق شكل زقزاق ده، او عندك مشطه تكون نظيفه ما تكونيش استخدمتيها، اعملي بيها الزقزاق اللي في الجوانب ده. ما عندكيش بالشوكه كده وصرفي. وجبت هنا بقى الشوكولاته بتاعتي كانت بردت خالص، حطيتها بالشكل ده، نزلتها على جوانب الكيك. والله كان طعمها في منتهى الجمال، تنفع معاكي في اي مناسبه. عملت هنا بقى وردات من الكريمه، واتبقى معايا شويه من الكريمه البيضه، حطيت عليهم لون احمر غذائي وحطيتهم بالشكل ده. وحطيت هنا نص منجايه قطعتها مكعبات كده وحطيتها، بس ما فيهاش القشره بتاعتها من تحت. وده لولي اصفر بتجيبيه برضو من عند العطار، لونه اصفر كده، حطيته زوقت بيه بالشكل ده. تدخليها بقى الفريزر علشان اما تيجي تقطعيها تبقى متماسكه كده، عشان الجو برضو لسه حر شويه. وده شكلها النهائي. نيجي بقى نقطعها. تجيبي جنبيكي سكينة تكون مشرشرة اللي هتقطعي بيها، وشفشق جنبيكي فيه مية سخنة. نزلي السكينة في المية السخنة واقطعي، تطلعيها وتيجي تقطعي بيها تاني برضو نزليها في مية سخنة ومسحيها واقطعي بيها. وادي الشكل النهائي بتاعنا. ما شاء الله عليها، كان طعم في منتهى الجمال. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.